خسارة كانت جاية. كان متوقع أكيد إن الزمالك هيجي ماتشات هيقع فيها، يسقط نقط، يتعادل، يخسر. آه، وتوقيت الخسارة دي أنا شايف إن هو ممكن يكون في مصلحة الزمالك. خسارة نقط المباراة في الجولة الأخيرة من المرحلة الأولى للدوري المصري أفضل بكتير قوي من إن إحنا كنا نخسر من مواجهين مباشرين في المرحلة النهائية. فجرس الانذار ده كان لازم يجي، وكان كده كده هيجي، يعني ما كانش فيه اي شك ان هو هيحصل في وقت من الاوقات. ولكن المشكله الوحيده في خساره ماتش انبي النهارده ان الزمالك اصلا ما راحش. يعني الزمالك كلعيبه وكجهاز فني ما راحش، هو اللي راح الجمهور، ده اللي كان موجود. انما احنا ما شفناش اللعيبه النهارده في الماتش، ما شفناش اللعيبه كلها. آه، معقوله نكون وقعنا في فخ ايمن الشريعي؟ يعني بصراحة يعني أنا لغاية امبارح كنت جوه النادي وبتكلم مع الناس إن هو أكيد يعني إحنا مش هنكون ساذجين لدرجة إن إحنا نصدق إن الكلام بتاع رئيس نادي إنبي عن إن هو مش عايز يبقى في التوب 7 أو إن هو يوصل للمرحلة النهائية بالشكل ده، وإن هو بالنسبة له مركز تامن ده بيرفكت وده التارجت بتاعه. كل الكلام اللي هو قاله على قناة اون سبورت، الكلام اللي خلى بعض اللجان وبعض الجماهير يشوفوا ان ايه ده انبي هيفوت للزمالك. انبي مين يا جماعه اللي يفوت للزمالك؟ من امتى انبي بيفوت للزمالك؟ من امتى انبي اصلا ماتشاته مع الزمالك بتبقى ماتشات سهله وسلسه؟ ده هو اصلا فكره ماتش انبي في ملعب المقاولين العرب دي حاجه لوحدها فقر، يعني هي حاجه تقفل. يعني نتائجنا مع انبي في ملعب المقاولين العرب دايما مش حلو. انبي اكيد كان هينافس، واكيد كان هينزل عشان يكسب، ومتوقع ان هو هينزل يكون بيلعب بتوازن، ولكن هيبقى بيلعب على تحولات وعشان يكسب المباراة دي. وان هو لو قدر يخطف ان هو هيحافظ على النتيجة هتبقى مباراة صعبة، والموضوع مش هيكون سهل بأي شكل من الأشكال. لكن المفاجئ ان انبي النهارده هو اللي كان متحكم في مجريات المباراة من الدقيقة الأولى تقريبا للدقيقة الأخيرة. يمكن أول دقيقتين بس اللي كان يعني يدوا شكل ان الزمالك هو اللي هيكون فايق، ولكن بعد كده مفيش. كله مفيش. كله مفيش. من اول حراسة المرمى لغاية خط الهجوم لغاية كابتن معتمد النهاردة، كله مفيش. الزمالك لم يحضر احد خالص. احنا شفنا النهاردة كم من العشوائية في التحركات بين اللعيبة، خطوط متباعدة عن بعض بشكل غريب جدا. ومش هينفع يعني نقول ان هو كل ده بسبب ان محمد شحاته مش موجود، يعني ده مش منطقي، يعني ده شيء مش منطقي. يعني انا شايف ان احمد ربيع يمكن ما كانش بالسوء ده، ولكن الفريق كله كوحده كان فاكك. أه. هبدا من ان اكتر واحد زعلني النهارده، لان احنا طلعنا بيه السما الفتره اللي فاتت، واتمنى ان ده كان يبقى داي اوف. ناصر منسي، انت اللي كان مميزك الفتره اللي فاتت ان انت بقيت تيم بلاير بتلعب الفرقه. انت النهارده عايز انت تجيب جون من اي حته، حتى لو مدافع لازق فيك بتشوط في المدافع. فالنهارده ناصر منسي تقريبا مش موجود في المباراه. بيتزيرا انت يعني بتعمل مجهود بتعمل ترانزيشنز كويسه بتشد الفرقه وكل الكلام ده، ولكن النهارده في اقل مستوياتك. وبعد اذنك يعني انا عارف والله لا احنا بندوس عليك، بس يعني اصل هي في ماتشات مش هيجيلك فرص كتير. يعني الموضوع مش هيسمح لك بفرص كتيره عشان تاخد انفراد من نص الملعب وتتصرف بيه بالتصرف اللي انت تصرفته ده. كوره معدوله لك وسهله، كان ممكن تشوطها بدري شويه، كان ممكن تعلقها، كان ممكن تلعب للي جنبك. ناصر المنسي قرب منك زياده عن اللزوم، بدل ما يفتح لك ويدي لك اوبشن ان انت تديها له، بس انت مش هتديها له، انت داخل عشان تشوط. فالشوطه سيئه وفرصه سيئه ضاعت، اللي مش فاكر غيرها. يعني انا مش هقدر اقول على اي حاجه تانية فرصه. يعني الشوطات اللي اتشاطت سواء من سيف الجزيري او ناصر المنسي في الزحمه، الكلام ده كله دي مش فرص. دي مش حاجه ان احنا نبني عليها ونقول ان احنا عملنا اي شيء. النهارده احمد فتوح في الوينج الشمال انا ما حسيتش بيه خالص. خط النص عبد الله السعيد. عبد الله بيعمل اللي يقدر عليه بلياقته البدنيه بكل حاجه، ولكن في تعليق صغير قوي على عبد الله السعيد. هو ايه اللي حصل للكره الثابته بتاعتك؟
ايه اللي حصل للكروس بتاعك؟ انت الكورنرات بتاعتك بقت بتيجي على رجل اللعيب اللي واقف على القريبه. ما هو ده مش منطقي. يعني انت لو انت عايز تقنعني ان انت بتبقى لاعبها قاصد، مستحيل. انت ما بقتش قادر توصلها. يعني الكرة ما بتوصلش ان هي تعدي الاولانيه حتى، والاولانيه مش بتطلع كمان من بالهيد مثلا، الكرة بتبقى جايه على رجل اللعيب اللي واقف على الاولانيه. ففي حاجه غلط. اه يشكر على المجهود، واه يشكر على البينالتي اللي جابه بذكاء شديد جدا الصراحه. هي ضربه جزاء، هي ضربه جزاء، لكن كان ممكن ان هي تتفوت لو الحكم مش عايز، يعني او الحكم عايز يقسو عليك. محمد السيد، بص يا ابني، ما هو اصل هي قصه، مش عافيه. يعني انت راجل مهاري على عيننا وعلى راسنا، بس اصل هو في اماكن في الملعب كده من المحرمات فيها ان انت ترقص. يعني ما ينفعش تبقى انت قاطع كوره والفريق التاني ضاغط عليك، وانت عندك خصم اللي هو الخط، وخصم اللي هو ضاغط عليك، وانت عايز تحنكش بالكوره. ما هو ما ينفعش. غلط، ترجع تدافع راجل على الكوره، تمام. انما لعيب طالع بالكوره بره ال 18 انت بتطارده عشان تعمل عليه ضربه جزاء. يا ابني ما هو اصل هو مش، يعني انا مش شايف لها سبب. يعني انا تاكل ده، يعني انا الاولانيه محمد ابراهيم هقول ما شافش من ظهره اللعيب اللي جاي، وهو خبرته قليله ومش مقدر المكان، والمفروض ان اللي جايين من وراه يبقوا بيسلموا لما يشوفوا اللعيب. يعني اقطاي جاي من البعيده للقريبه، ويحط رجله في الكوره فانت تشوطه. يعني دي ما ممكن تحصل، هي بدلك توقيت سيء، اختيار توقيت سيء. وبالمناسبة أحب أشيد بالمهاجم إنبي أكتاي. حقيقة لعيب ما كنتش شفته قبل كده، وفي واحد صاحبي النهاردة كان لسه بيتكلم معايا عليه قبل الماتش، إن هو مهاجم قوي جدا ولكن لسه مش أخد فرصة. حقيقة مهاجم يتبني عليه وللمستقبل، شاب بمقاييسنا. يعني هو شاب بمقاييس مصر، إن هو عنده 22 23 سنة، ولكن هو مهاجم كويس جدا. ونرجع لمحمد السيد في ضربة الجزاء، اللي هو يعني ربنا سترها مع الزمالك ان الكوره ما دخلتش، وان هي كانت ممكن تتعاد، والصح ان هي تتعاد، لان محمد اسماعيل اللي دخل وتداخل مع المهاجم ولحق الكوره كان داخل ال 18 من قبل ما الكوره تتشاط. كل الكلام ده عشان بس ايه، ما حدش يا جماعه، يعني مش هينفع نتكلم تحكيم. تحكيم النهارده بالبلدي كده هو كان حنين على الزمالك، فالزمالك النهارده ما كانش يستحق النقطه حتى. آه، تبديلة محمد السيد كانت منطقية في الوقت ده، لأن هو خلاص هو اوف جيم، هو مش موجود. و... وأنا شايف إن هي كان التدخل الوحيد اللي صح اللي حصل من كابتن معتمد جمال. أحمد ربيع زي ما قلنا مباراة متوسطة بالنسبة له يعني. خط الدفاع، في حاجة غلط. يعني هو في حاجة غلط، يعني محمود بنتايج النهاردة في منتهى السوء. يعني انت النهارده خصوصا في الشوط التاني في اخر الماتش، في الوقت اللي انا المفروض انا اللي ادوس فيه، انت مخسرني الكرة 60 مرة. ايه كم الميس باس ده، وايه كم القرارات الغلط دي، ومفيش مساندة هجومية محترمة، ودفاعيا مخترق. يعني بجد كنت النهارده في اسوأ حالاتك. حسام عبد المجيد ومحمد اسماعيل، انا النهارده مش هقول انكم السبب في المشكلة، لان الفرقة كلها واقعة، ومعاكم طبعا محمد ابراهيم لان هو النهارده برضو دي اوف بالنسبة له. بس انا حسيت النهارده ان الوينجات بتاعت انبي، سواء حتحوت او حامد عبد الله، اللي انا يعني بجد بحب اللعيب ده جدا من وقت منتخب الشباب، لعيب مبشر جدا جدا جدا، من اقوى الوينجات في مصر. في من ريحه الوينجات اللي بتروح. يعني احنا الحمد لله الفتره اللي فاتت دي على مستوى العالم، يعني هو الوينج بيستلم ويلف ويرجع، يستلم ويلف ويرجع. الولد ده جريء جدا، كورته كويسه، قوي بدنيا، سريع جدا، بيروح مباشرة على الجون. شفنا الدبل باس اللي عمله، دخل بيه وحاول والمهدي سليمان صدها. لعيب مبشر جدا جدا جدا. ولو كابتن حسام حسن بيفكر ان هو يشوف لعيبة جديدة يبني عليها للمستقبل، بما ان احنا يعني الدنيا عندنا في المنتخب كلها فوق ال30، يعني ده لعيب لازم لازم ياخد نظرة وياخد فرصة. نروح للمهدي سليمان، انا مش هقدر الوم على البينالتي، هو حاول فيها وكان في سوء حظ. ولكن في لقطة بس في الشوط الثاني للمهدي سليمان، كورنر، كورة مرفوعة على البعيدة وفي 90% كانت طالعة بره، حط فيها ايده بطريقة انا مش فاهمها. يعني هو ولا حط ايده عشان يطلعها،
ولا هو راح لها بايديه الاتنين عشان يمسكها، هو عمل ايده كده عشان يرجعها جوه الملعب. اه ماشي، كمل عليها وطار بس انت خلقت فرصه من العدم، فرصه من العدم. انت راجل المفروض جون خبره 37 38 سنه، يعني لو ما عندكش احساس بالمكان على الاقل تصرفاتك تكون صح. يعني ايه دي؟ يعني ايه دي؟ يعني الحركه دي معناها ايه؟ بتحاول تعمل ايه؟ ما هو انت الكره اصلا انت جبتها على ليفل واطي ريحتها بس للمهاجم عشان تقلب عليك بهجمه خطر في الستة ياردة. التغييرات اللي نزلت، ادم كايد ما جابش فورمته لسه اللي هو كان عليها قبل الاصابه. آه، يعني التغييره التانية بتاعت خروج ربيع، احنا بدأنا اللي هو يعني كابتن معتمد كان بيلعب بطريقه، انا يعني عبد الله السعيد، انت شايف ان عبد الله السعيد ينفع يلعب ستة؟ يعني ما هو مش منطقي. يعني انا لو هسيب عبد الله السعيد في الملعب ما هو هي 8 ومعاه واحد تاني جنبه وفي وراهم واحد بيلم، يا اما يبقى 10. انما ستة دي اللي هو لعيب معدي ال 40 سنه في مباراه فيها تحولات بالمنظر ده، المفروض ان انت زائق لقدام بالخطوط بتاعتك، يعني هتبقى مخترق. ما طبيعي هتبقى مخترق. كل التحولات على الزمالك النهارده خطر، كل كوره الانبي كانت ممكن تخلص بجون. نيجي لعدي الدباغ. عدي الدباغ لما نزل في التغيير بتاع محمد السيد شفنا ان هو بيحاول وكل حاجه، بس هو في كوره بيتزيرا محمد اسماعيل عملها البيتزيرا، بيتزيرا عملها لورا دربكت جت لعدي. هو اللعيبه مش اوير او مش واعيين باماكن بعض في الملعب. يعني هو احنا بنشوط على الجون وخلاص. يعني الكوره جت لعدي شاطها في الزحمه يلا تخبط في المدافعين، مع ان جاي من وراه حد يقدر يسند عليه. مفيش بقى، ما بنسندش على حد، ما بنرفعش عيننا. اللي انا شفته النهارده من لعيبه الزمالك ملوش غير معنى واحد بس. الزمالك دلوقتي بدأ يتحط تحت ضغط المنافسه على اللقب. قبل ماتش بيراميدز كان في اداء، وبعد ماتش بيراميدز بقى في اداء تاني. لغايه ماتش بيراميدز الفرق كلها بتفتح قدام الزمالك بتهاجم، ممكن نقول يعني فاقده التقدير لنادي الزمالك، ومستباحه ان هي تهاجمه. والجمهور والناس واللعيبه ومحدش، مفيش اي حد كان حاطط الزمالك ان هو منافس على اللقب. ولكن الظروف ومستوى المنافسين ادى الى ان الزمالك فجاه لقى نفسه اول، ومش بس اول، ده اول وفارق كمان 3 نقط. وزود عليه الضغط ان الاهلي اتغلب مباراه الجيش، فبدا ان هو يشوف ان هو مطالب قوي ان هو يكسب مباراه انبي النهارده عشان يدخل فرق 6 نقط عن الاهلي و3 نقط عن بيراميدز. اللقطه دي والحته دي هي اللي هتكون سبب ان الزمالك يقع. الزمالك لازم ياخد كل مباراه لوحدها. اللعيبه لازم تفهم ان هي مش مطالبه بحاجه، بتلعب ماتش ماتش، كل ماتش ماتش كاس، ما يبقاش فيه توتر زياده عن اللزوم. الجمهور لازم ما يحطش الضغوط دي على اللعيبه. الزمالك دلوقتي على داخل على ماتش اوتوهو في الكونفدراليه، الفريق ده كسبان كل ماتشاته على ارضه، مباراه هتكون صعبه، مباراه هتكون في الصيام، فلازم مباراه انبي توابعها تنتهي النهارده مش بكره. النهارده ماتش وخلص. مفيش انسان عاقل كان يتخيل ان الزمالك هيفضل بيكسب بس، واي حد بيقول كده ده بيقول اي كلام، وما عندوش اي فكره ولا حاسس باي حاجه من اللي الزمالك بيتعرض لها او عايشها. المكاسب اللي حصلت ران ممتازه، ممتازه، ونبني عليها. لو احنا لمجرد ان احنا خسرنا مباراه في الدوري قصاد فريق محترم جدا 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 ويقدر يكسب اي حد، فريق انبي ده لو لعب بالشكل ده قصاد بيراميدز او الاهلي يقدر يكسب. فالمباراه ما كانتش مباراه سهله، بدليل ان الفريق ده هنقابله تاني في ال6 مباريات بتوع المرحله النهائيه، وفريق هيكون صعب جدا وغلس جدا. فمباراه لا تعيب نادي الزمالك. الوحش الاداء السيء. يعني احنا كان ممكن نتعادل على فكره في الاخر بكره حسام عبد المجيد ضربه الجزاء دي، ولكن هو بامانه الزمالك مش هيستحق حتى النقطه النهارده. يعني مش هنضحك على بعض وندفن راسنا في الرمل ونقول ان هو يا حظنا وحش. لا، حظنا وحش مين؟ احنا حظنا حلو ان هي خلصت كده. حظنا حلو ان الموضوع ما تعداش المشكله دي. حظنا حلو ان حسام عبد المجيد ما اتطردش. حظنا حلو في حاجات كتير. فان الخساره جت في التوقيت ده انا شايف ان هي حاجه مثاليه. اللعيبه لازم تفوق. ماتش اوتوهو مهم. المرحله النهائيه اتمنى نشوف موضوع القرعه
بتاعت الاي اي هتعمل معانا ايه. اتمنى ان هم يكونوا بيفكروا بطريقه منطقيه ان على الاقل الاهلي والزمالك وبيراميدز في الجوله الاخيره يكونوا بيلعبوا، عشان ما ينفعش يبقوا باي في الجوله الاخيره. ده مش منطقي، لان اصلا اللي حدد ان إن المرحله النهائيه تبقى عدد فرق فردي تاني زي ما الدوري عدد فرق فردي. دي حاجه برضو كانت ذكيه جدا ما شاء الله يعني. يعني هو الافضل كانت تتعمل عدد فرق زوجي، يعني 6 8، يعني ليه 7؟ بس تمام. فكروا بقى يا ريت وانتوا بتعملوا الجدول ان اخر جوله يبقى فيها الثلاث فرق اللي بتنافس على اللقب تكون موجوده مع بعض. آه، خساره وعدت، كفايه بقى نقف عندها، نعرف غلطاتنا فين، نشوف ايه النواقص اللي عندنا، نعرف ان احنا لما هنلاعب فريق بيلعبنا بطريقتنا اللي هو بيعرف يقف ويتمركز وبيلعب على التحولات هنعمل ايه. لان احنا شفنا النهارده ان كان في فرق سرعات رهيب، والرجوع في التحولات سيء، والتغطية العكسية سيئة، وتغطية الوينجات سيئة. كل ده النهاردة احنا شفناه بشكل سلبي جدا. كابتن معتمد جمال رسالة صغيرة: انت عملت قرار صح بان انت خرجت لعيب اوف جيم ومش موجود تماما وعامل كارثة، تمام اوكي، بس انت تغييراتك برضو تغييرات توتر. انا ما بقتش فاهم الزمالك بيلعب ايه في الاخر. احنا كل الناس اللي بتعرف تهاجم وبتعرف تشوط موجودة في الملعب، لاعبين شوط كامل بعبد الله السعيد هاف ديفندر. فده كتير، ده ما ينفعش ان هو يحصل. ولكن رصيدك يسمح، رصيدك عند الزملكاوية يسمح، ولكن لازم تكون زي ما بتقيم اللعيبة وبتقوم أدائهم لازم تقيم نفسك وتقوم أدائك، وتقيم أدائك النهاردة وتشوف الأخطاء اللي حصلت عاملة إزاي. التأخر في النتيجة مش معناه إن إحنا نعمل تصرفات هوجاء فنيا وتكتيكيا في الملعب. لازم يكون في هدوء، لازم يكون في تحضير للسيناريوهات، اهداف مبكره تدخل فينا، حالات طرد، كل الكلام ده احنا شفنا ان مع حاله الطرد الماتش اللي فات، مع الهدف اللي دخل فينا المبكر في المباراه دي، الاداره الفنيه ما كانتش زي اللي قبل كده. مش دايما سيناريو الماتش هيخدمنا، فيا ريت ان احنا نبدا نفوق ونتعلم من اللي حصل النهارده. ما زلنا على القمه، الزمالك ما زال متصدر، فرق اهداف ولكن ما زال متصدر. العامل النفسي ده مهم جدا. ويا ريت يا ريت يا ريت ما ننساقش ورا الاعلام اللي مركز قوي ان الاهلي فارق عن الزمالك قد ايه. يا جماعه في بيراميدز بطل افريقيا، بيراميدز اخطر فريق على الاهلي والزمالك، وممكن في نص الخناقه دي فجاه بيراميدز هو اللي ينفرد بالصداره. وعايز احذر من سيناريو زملكاوي قوي: بيراميدز لو اخد الدوري والزمالك طلع تاني والاهلي اخد دوري الابطال، الزمالك مش هيروح دوري الابطال السنه الجايه، لان اللائحه بتقول ان بطل افريقيا ليه الاولويه. فساعتها الفرقتين بتوع الدوله بيتاخد بس البطل مش بيتاخد الوصيف، وده سيناريو زملكاوي قوي قوي قوي. فيا ريت تخلي بالنا من كل ده، يا ريت نتمسك بالفرصه اللي معانا. هم 6 ماتشات وكله بيخبط في كله، فالرفاهيه بتاعت المباراه الزياده اللي معانا او ال3 نقط اللي معانا، الفرق اللي كانوا هيريحونا شويه في ال6 ماتشات ما بقتش موجوده. ف6 ماتشات موت، 6 ماتشات رجولة مش كورة، رجولة. محدش يكسل، محدش يعتمد على زميله، محدش يبقى بيلوم في زميله. الفرقة كلها تصحي بعضها، كابتن معتمد يركز بشكل أكبر، يحط سيناريوهات بشكل أكبر، عشان مش دايما السيناريوهات هتكون في مصلحتنا.